الفيديو ده حرفيا من اقوى الفيديوهات اللي انت ممكن تشوفها عن تمرين الليج اكستنشن، لاني هقول لك عن دليلك الشامل اللي فيها، وقليل قوي اللي هتلاقيه اتكلم في الموضوع دوت وبالطريقه اللي انا هقولها دي. فبعد ما نزلت الفيديو والحمد لله انه جاب تفاعل كويس في خلال يوم واحد، فخليني اقول لك ان الاجابه هتكون قولا واحدا ان انا بلعب صح. فلو انت من الناس اللي حابه تفهم وتتعلم وتعرف ليه، مش محتاج اقول لك بقى انك هتكمل معايا الفيديو ده للاخر، لان هيفوتك كتير قوي قوي لو ما كملتوش. فلو انت من الناس اللي لسه قافله دماغها وان انا لازم اعمل الهيب فليكشن وتاني الحوض ب 90 درجه ولسه عايشه في العصر الحجري وزمن الهكسوس، يبقى اخرج من الفيديو دوت. الاول خليني اقول لك ان التمرين ده من اسمه ان هو بيعمل حركه واحده بس، وهي الني اكستنشن، يعني بفرد مفصل الركبه بتاعي، فده بالتالي هيشغل معايا عضلات اماميات الرجل. غير كمان اصلا ان هو اختيار حلو جدا وقوي علشان يفعل لك اماميات الرجل، لانه بيحمل بشكل كبير جدا في وضعيه الاستطاله لما نيجي نحلل الحركه بتاعته، حتى لو انا عملت تاني مفصل الحوض ب 90 درجه. بس خلي بالك من نقطه مهمه قوي، ان مشكله الوضع ده ان هو بيقلل من شغل عضله مهمه جدا، وهي الار اف او اللي اسمها الريكتس فيمورس. وعلشان ازود من تفعيل العضله ديت، يبقى احاول اعمل تاني مفصل الحوض اخلي الزاويه تكون 40 درجه، يعني اعمل فرد للمفصل دوت بحاجه بسيطه جدا لقدام، واقدر احط المات بتاعتي من عند اسفل الظهر زي ما احنا شايفين كده، واللي هي باللون البامبي. فوضع زي ده هيكون ممتاز جدا ليها علشان يفعلها. واللي يزيد على كل دوت ان انا كمان حاطط المات عند مفصل الركبه، فده بيزود من الرينج بتاعي او المدى الحركي بيكون بشكل اكبر. فخليني اقول لك من الاخر ان تمرين زي ده بنفس الوضع اللي انا عامله ده هيفعل لك الاماميات الرجل بشكل قوي جدا، بل وكمان هيزود من حجمها. وحاجه اخيره كمان حابب اقولها، ان الفيديو ده موجه للناس اللي ما عندهاش اي مشاكل في ركبتها. لو عجبك الفيديو بقى واستفدت منه، اعمل لايك وسيف وشير الفيديو لاصحابك، وقول ان التمرين ده بالوضعيه دي هتفيدك جدا.